قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا. ولو ما اتفرجتش على الأجزاء اللي فاتت من المسلسل ده ضروري ترجع تشوفها على القناة، وهتلاقي لينك الأجزاء اللي فاتت موجودة تحت في الوصف وفي أول تعليق. أنا زياد، ويلا بينا نكمل من آخر نقطة من الجزء اللي فات. شاهين بعدها بتستغرب وبتقول لنفسها صياد من الرتبة إيه بيدخل مغارة من الرتبة إيه عشان يشتغل كحمال؟ ده إيه الجنان ده لو مستغني عن حياته مش هيعمل كده. وفجأة شاهين بتحس بقوة غريبة جدا جاية من البوابة، فعلى طول بتاخد المنجل من القائد وبتدخل على المغارة. وفي نفس الوقت ده بقى كان كل وحوش الأورك بيبتدوا في الضرب والصراخ والجو مرعب جدا. وكارجالجان كمان كان بيستهزئ بالبشر، فكيهم بيسألوا وهو مرعوب هو ليه جابهم هنا وليه سابهم عايشين لحد دلوقتي ومخلصش عليهم. كارجالجان بيضحك بلقم كده وبيقول له للتسلية مش أكتر، وانتم مجرد حشرات هتسلى بيهم أنا وجنودي، وبعد كده هعذبكم وأخلص عليكم. وبعدها بينشر الهالة المرعبة بتاعته في القاعة، والكل لما حس بيها ملامحهم اتغيرت حرفيا. ده غير انهم حسوا بالرهبة وهيموتوا من الخوف. بس كرجال بيلاحظ ان سونج من وسطهم هو الوحيد اللي ما تهزش ولا حاجة، بالعكس ده زي ما هو واقف. بعدها الزعيم بيلبس القناع بتاعه وبيستعد عشان يعذبهم. فالقائد كيهون بيستغل اللحظة دي وبينطلق على الوحش بكل شجاعة، مفكر إن الفريق كله وراهم. ولكن الفريق في الوقت ده من الرعب ما يقدروش يتحركوا، لكنه مكمل في طريقه وخلاص هيهجم على الزعيم. بس الزعيم في الوقت ده بيعمل حاجز حماية وبيصد هجومه. بعدها بيتحكم في جسمه بالجاذبية وبيطيره لفوق وبينزله تاني تحت بسرعة، وحبة فوق على حبة تحت، وبيدغدغ وشه في الأرض. الفريق طبعا مش قادرين يعملوا أي حاجة ولا يلحقوه، والزعيم بيفضل يضرب في القائد كيهون، وكيهون خلاص ما بقاش قادر يستحمل وبيترفع لفوق للمرة الأخيرة ولسه هينزل على دماغه. لكن سونج في اللحظة دي بيتدخل وبيلحقه، وبعدها بيقول للقائد وهو على الأرض أنا عارف إن المغارة دي من حق النقابة بتاعتكم، نقابة تشوي، بس أنا حاليا لو سبتكم الوحوش دي كلها هتقتلكم، وعشان كده هسألك سؤال واحد، انت عاوزني اقتل كل الوحوش دي؟ وقتها القائد كيهون طبعا بعد ما شاف القوة اللي عند سونج ما كانش مصدق وكان متردد يوافق. فحاليا واحد من جنود الأورك بيستخدم الرمح عشان يهجم على سونج، ولكن سونج بيستخدم نفس مهارة الزعيم وبيتحكم فيه من على بعد وبيطحنه حرفيا. وبعدين سونج بيبص للقائد كيهون مرة تانية وبيقول له ها أخلص عليهم؟ القائد في الوقت ده وهو فاقد الأمل بيقول له من فضلك أنقذنا من الوحوش دي. سونج بقى بيسيبه وبيبص للوحش بنظرة كلها شر وبيفعل هالته المرعبة، وهوب قيام جنود سونج بيظهروا تحت صدمة الكل. ده حتى الوحش مش مصدق كمية الوحوش دي، وكمان الساحر اللي من الرتبة ايه بيقول هو ازاي استدعى كمية جنود الظلال دول؟ ده انا ساحر اهو وما اقدرش استدعي غير وحشين بس. وفي الوقت ده بقى الوحش بيأمر جنوده بالهجوم على جنود سونج، فسونج بيستغل المكان لصالحهم وبيفعل مهارته على جنود الظلال بتوعه وبيزود طاقتهم، والمهارة دي اكتسبها من برج الشيطان وبتعزز طاقة الجنود لأقصى حد. وفورا جنود سونج بيهجموا على جنود الزعيم وبيطحنوا أي حد، ده حتى ايرون بيخلص على عدد كبير منهم، ويجرس كمان بيدغدغهم حرفيا. وسونج بيهجم على الجنود بسرعة جنونية وبيروقهم، والفريق مصدومين ومش مصدقين عينيهم. بس للأسف زعيم الوحوش قوي جدا ومحدش بيتصداله، ده غير أتباعه الأورك أقوى بكتير من جنود سونج، وبسبب كده طاقة سونج السحرية بتقل بسرعة. وزعيم الأورك كان عارف إن سونج طاقته هتخلص ومش هتفضل كتير، وعشان كده بيقول لسونج وريني قدراتك. وفعلا سونج في الوقت ده بيستخدم المتجر بتاعه وبيجيب عبوة طاقة وبيشربها. وبعدها بيبص القائد الأورك بخبث كده وبيقول له عينيا، أنا هوريك قدراتي وهوريك طاقة مستحضر الظلال. وهوب قيام، ومرة واحدة جنود الأورك اللي ماتوا كلهم بيصحوا من جديد. وبكده سونج سيطر على كل الوحوش اللي اتقتلت وخلاص بقت أتباع ليه وهيقتلوا معاه. فقائد الأورك لما شاف القوة دي وقدرات سونج وقف من الصدمة وقال لنفسه ازاي القوة دي مع بشري عادي؟ وبعدين بيقوم علشان يواجه سونج بنفسه وبيستخدم كل قوته عليه. في نفس الوقت ده في المغارة في مكان تاني
كانت شاهين شافت كل جثث الأورك دي وجهزت نفسها للقتال ودخلت بسرعة علشان تلحق باقي الفريق. على الناحية التانية خارج البوابة كان المسؤول شو وصل هو واتنين من أعضاء فريق المراقبة عشان يعرفوا تحركات سونج وليه هو في المغارة دي. بس في الوقت ده بيحسوا بطاقة كارجالجان. وقتها بيجيبوا جهاز القياس عشان يعرفوا طاقة البوابة دي من مستوى كام. وبعدها بيتصدموا لما بيعرفوا إن البوابة دي من الرتبة اس ولازم دعم بسرعة ليها. وبعدين بيطلبوا الدعم من رئيس النقابة تشوي وبيعرفوه باللي حصل. فالرئيس تشوي على طول بيتحرك. على الناحية التانية في المغارة المعلم سونج وجنوده كانوا مخلصين على أتباع الزعيم. وقتها الزعيم بيخلي المساعدين بتوعه يواجهوا سونج وبيكون فاكر يا عيني إنه خلاص هو اللي هيفوز. بس جنود سونج بيهجموا على مساعدين قائد الأورك من ناحية ويجرس من ناحية تانية. وأخيرا بقى العملاق تانك بيخلص عليهم. ولما الفريق بيقرر يساعد سونج وقتها زعيم الأورك بيعمل تعويذة عليهم وبيقول لهم الجمهور ما ينفعش يطلع على المسرح. بس سونج بيقول له خلاص ما فاضلش غيرك يا معلم. وحاليا بقى قائد الأورك بيستخدم آخر تعويذة عنده على سونج وبيحاول يثبت حركته في المكان. ولكن على مين؟ ده سونج بيكسر الترنيمات دي كلها. وبعدها سونج بيقول له لسوء حظك أنا عندي مناعة ضد السموم واللعنات. وبعدها سونج بيستدعي 3 من السحرة بتوعه وبيستخدم بلورة الطاقة اللي اكتسبها من قلعة الشيطان وبيضاعف سحر السحرة دي وبيخلص على دفاع الزعيم وبيكسر القناع بتاعه. وحاليا بقى شاهين بتوصل وأول ما بتشوف المعركة التاريخية دي ما بتكونش مصدقة عينيها. هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ حقك ما تصدقيش، أنا حرفيا عدت الحلقة من حلاوتها. بس وقتها بتشوف الفريق وبتسألهم عن اللي بيحصل في القاعة لكن الفريق هم نفسهم مش فاهمين أي حاجة. المهم في الوقت ده الزعيم بيتعصب جدا وحجم جسمه بيكبر أكتر وأكتر وبيطلع نار من بقه وحرفيا بيحرق المكان كله. لا وكمان بيدغدغ الجنود الصحراء وبيقرب من سونج وبيكون هيدوس عليه. لكن سونج بيتفادى هجومه وبيقول له انت جيت على الجرح، انا عندي ذكريات وحشة قوي مع العمالقة. وفي ثواني سونج بيطير وبيهجم عليه بسرعة جنونية. لا ومش بس كده ده بيعوره في عينه وبيقول له طول ما جسمك عملاق فكده مستحيل ساحر من غير حراس انه يتصدى لاي هجوم. وبعد كده سونج بيهجم عليه بالخنجر ولكن برضه ما بيتأثرش. وحاليا سونج بيستخدم مهارة يد الحاكم وبيقطع السلسلة اللي في القاعة وبيطير بعدها على قائد الأورك. وفي ثواني معدودة سونج بيكتف الزعيم بالسلسلة دي وبينقض عليه. وفي اللحظة الملحمية دي المراقب شو كان وصل في اللحظة دي وشاف سونج وقوته الغير طبيعية والمهولة دي. وحاليا بقى الزعيم كان خلاص بيفرق الحياة وسونج واقف قدامه وبيقول له شفت بقى قدراتي وقوتي عشان تبقى تستخف بيا تاني يا روح. الوحش بيتعصب وبيعافر بأعجوبة وبيحاول يضرب في الجنود. بس خلاص سونج بيخلص عليه ومستواه بعدها بيزيد أكتر وأكتر. وبعدها سونج بيروح على جثة الزعيم عشان يستدعي الظل بتاعه. وفي لمح البصر الظل بيطلع وبيكون تابع لسونج وبينضم لجنوده وبيسميه كيبا. طبعا المسؤول شو وتشاهين والفريق والكل شافوا كل حاجة حصلت. وطبعا بطلنا كان مركز في القتال لدرجة انه ما خدش باله منهم. ولما بيشوفهم الفريق وكله كانوا لسه هيسألوا سونج ولكن المسؤول شو بيتدخل وبيقول لهم للأسف المعلومات عن سونج في غاية السرية ومش هينفع تعرفوا أي حاجة عنه. وكانوا هيمشوا من المكان. بس حاليا قائد الفريق كيهون وفريقه بينحنوا لسونج وبيشكروه عشان أنقذ حياتهم وحياة الفريق بالكامل. وحاليا سونج بيقرب من البنت وبيرجع لها الوصية بتاعتها وبيخرجوا بعدها من المغارة. على الجانب التاني رئيس النقابة تشوي بيعرف بكل اللي سونج عمله وإنه أنقذ فريقه وبيعرف بجنود الظلال بتوعه وبيقول لنفسه أنا لازم أضم سونج للنقابة بتاعتي مهما يحصل. وفي مكان تاني سونج بيروح يقعد مع يوجينهو لأن يوجينهو كان عاوزه في موضوع مهم. المهم إنه بيعرض على سونج إنه ينضم للنقابة بتاعتهم ولكن سونج بيرفض وده لهدف معين في دماغ سونج. المهم على الناحية التانية بقى سونج كان رايح عشان يطلع رخصة الصيد بتاعته. وفي نفس اليوم ده كان في واحد من الفنانين جاي عشان يعمل اختبار تقييم ليه واسمه لي من سونج ورتبته ايه. والصحفيين في كل مكان احتفالا بالفنان
لي من سونج اللي اكتسب قوات خارقة تفوق حدود البشر. وأثناء ما كانت الصحافة واقفة بيلاقوا الرئيس بايك وتشوي عند نقابة جمعية الصيادين ومستغربين عشان هم هنا وفاكرينهم جايين هنا عشان يضموا الفنان لي من سونج ويكون في نقابتهم. ولكن الاتنين بيقولوا لهم لا، احنا جايين لسبب تاني. وطبعا يا صديقي بيكونوا جايين عشان يحاولوا يقنعوا سونج ينضم للنقابة بتاعتهم، بما ان المنافسة هتبقى على بطلنا كبيرة الفترة اللي جاية. وحاليا بقى سونج اخيرا بيوصل عشان ياخدوا الرخصة ويعرف رتبته، وبيشوف الصحفيين في كل مكان وما بيكونش عارف هم هنا ليه. وقتها بقى الفنان لي من سونج بيطلع قدام الجمهور وبيعمل مؤتمر صحفي وبيقعد يتكلم ويعرفهم قد ايه هو صياد قوي وانه اعتزل صناعة الترفيه عشان حصل له استفاقة. وبيقول لهم انه هيقاتل الوحوش تحت قيادة رئيس النقابة حاصد الارواح ليم تاي. ولسه هيكمل كلامه فجأة سونج بيقول لواحد من حراس المؤتمر لو سمحت انا عايز اعدي عشان عندي تقييم النهاردة. الحراس بيتعصبوا وبيحاولوا يمنعوا سونج من الدخول وعاوزينه يمشي من المكان. فجأة الرئيس جو بيجي وبيرحب بسونج عشان يدخله وبيقول لهم الصياد سونج هو ضيف النهاردة، ازاي يعني مش مسموح ليه يدخل؟ وبعدها فعلا الرئيس جو بياخد سونج جوه. والفنان لي من سونج راح عشان يسأل المراقب شو، لكن شو بيمنعه يدخل وبيقول له ممنوع حد يدخل لغاية ما الصياد سونج يعيد تقييمه. أما عند بطلنا سونج وهو في طريقه بيشوف بايكو تشوي، فالرئيس جو بيقول لسونج إنهم هنا من وقت ما عرفوا إنك هتعمل تقييم، وده لأن آخر صياد من الرتبة إس ظهر كان من سنتين، عشان كده هما مستنيين بفارغ الصبر لمعرفة رتبتك. المهم سونج بيوصل عند غرفة التقييم وبيدخل جواها، والمسؤول بيطلب من سونج يعرض قدراته عليهم. وقتها بقى سونج بيطلع لهم جنود الظل بتوعه اللي حرفيا بيملوا المكان، وطاقة هايلة طالعة من الباب بترعب كل الواقفين. فسونج بيقول للمسؤول انا اقدر استدعي كمان 100 فوق دول. المهم بقى بتطلع رخصة سونج اخيرا، وطبعا الرتبة بتكون اس فئة ساحر. سونج بيقول لنفسه كده انا اقدر ابيع كرة الجشع واشتري المعدات وانهي مهمة قلعة الشياطين. بعدها بقى الرئيس جو بيهنيه وبيقول له هستنى الانجازات اللي هتعملها الفترة اللي جاية. وبعدها سونج بياخد الرخصة وبيطلع بره الأوضة وبيلاقي تشوي وبايك واقفين ومستنيينه عشان يضموه للنقابة بتاعتهم. ولكن طبعا سونج ما بيديش أهمية ليهم وبيقول لهم أنا بعتذر منكم ورايا أمر مستعجل. بيطلع بقى من البوابة ولحسن الحظ يا صديقي الصحافة كلهم في المكان بيصوروا سونج، والخبر بينتشر أول صياد يوصل للفئة إس من سنتين. وحرفيا السبق الصحفي ده بيلف المنطقة بالكامل وبيوصل لكل اللي بيعرفوه، واخته هي كمان بتشوفه في الأخبار وما بتكونش مصدقة عينيها، ده كمان جوهي وكل الناس اللي يعرفوا سونج قبل كده بيتصدموا. وفي مكان تاني يوجين هو بيعرف أبوه إنه ما قدرش يقنع سونج يغير رأيه وينضم لنقابتهم، وبيفتكر يوجين هو كلام سونج لما قال له إنه عنده مهمة ولازم يخلصها لأن انضمامه لأي نقابة هيمنع تقدم سونج. وسونج بيطلب من يوجينهو يكون معاه في المهمات اللي جاية، فيوجينهو بيوافق. وحاليا بيعرف أبوه اللي بيرفض في البداية، لكنه بعدها بيقول له اتحمل نتيجة قرارك، بس أنا في البداية كلفت أخوك بالمهمة دي ولكن أنت جيت وطلبت مني إنك تعمل النقابة، بس في الآخر أنت جاي وعايز تتخلى عن كل حاجة وعايز تمشي كمان. أنت شايف ده الصح؟ وقتها يوجينهو بيفتكر كل الأوقات اللي قضاها مع سونج ولما أنقذ حياته قبل كده، فبيقرر إنه فعلا هيكمل مع سونج في كل مهماته وبيعتذر من أبوه وبياخد بعضه وبيمشي. بنرجع لبطلنا سونج اللي حاليا بيكون في مزاد الصيادين، وطبعا بيكون رايح هناك عشان يجيب دروع مقاومة للنار عشان يستعد لدخوله لمغارة قلعة الشيطان، وبيختار كل اللي هو محتاجه. وبعدها بيرجع البيت وحرفيا كان قدام بيته كمية صحفيين محوطين بيته من كل مكان، وبعد شوية بيمشوا. أخته بقى كانت متعصبة بسبب الصحفيين وسونج طبعا بيعتذر منها. وبعدها يوجينهو بيوصل عند بيت سونج وسونج بيعرف أخته جين إن يوجينهو هو المساعد بتاعه وهيشتغلوا مع بعض لمدة أسبوع. المهم بعد ما أخته بتنام سونج بيطلع شوية من الظلال بتوعه وبيخبيهم معاها كحماية ليها تحسبا لأي حاجة تحصل لها.
وبعدها بيطلع على سطح بيته وبيطلع شوية من جنوده يعملوا دوريات تنقذ المحتاجين. المهم بعدها تاني يوم سونج بياخد يوجينهو اللي بيوصله على أقرب طريق لقلعة الشياطين، وبيدخل فعلا وبيلبس طبعا المعدات المقاومة للنار زي الخاتم اللي فيه عنصر الماء والرداء اللي معاه فيه عنصر الرياح عشان يقاوم الحرارة. وحاليا بقى هو على أتم الاستعداد لدخول القلعة، وهو دلوقتي واقف عند الدور ال75، وبكده مبقاش فاضل غير 25 دور وملك الشياطين ولسه هيدخل على هناك. بس في مهمة بتظهر قدامه من النظام ومضمونها لو قتلت ملك الشياطين بران في الطابق المية هتاخد مهارة خاصة بالوظيفة وهي حجر روني لمبادلة الظل. سونج بيتحمس جدا وبيطير على الوحوش، وحاليا بيطلع له وحش عملاق في الدور ال75، ولكن سونج بيطلع كيبا وبيحوله لعملاق وبيديله كرة الجشع اللي بتضاعف الهجمات السحرية، وبيأمر كيبا يهجم على العملاق. وعلى طول كيبا بيطلع طاقة نارية مدمرة من ايده وبتحرق اللي حواليه وبيضرب الوحش وبيدمر المكان بالكامل. سونج اتصدم من قوة كيبا. المهم بيستمر سونج في القتال مع الوحوش وبيطلع الطوابق لحد لما بيوصل للطابق ال80، وكان قاعد وموزع الجنود بتوعه كفرق مختلفة وكل فريق على مناطق معينة، وسونج بيكون مستنيهم يخلصوا مهمتهم. بس فجأة سونج بيحس بطاقة ايرون بتختفي من المكان، ومش بس كده ده كمان شوية جنود من الأورك بيتقتلوا. وبعدها على طول سونج بيحس إن في وحش قوي جدا في المكان وبيحدد مكانه، وفعلا بيشوف فرسان بيتخلصوا من العملاق تانك. وسونج بقى بعدها بيروح لهم وفي 2 من الفرسان بيهجموا على سونج، لكن سونج بيطحنهم حرفيا وسرعته فتاكة. وبعدها بيروح على الفارس الثالث وسونج بيقول له هي الوحوش فعلا بتحس بالخوف ولا ايه؟ بس واضح من هيئتك الجواب. وحاليا بقى سونج شكله بيتغير تماما لدرجة ان شكله بقى مرعب وبيفعل هيئة القتال ما بينه وما بين الفارس الأخير ده. وسونج بقى كان مسيطر في القتال لدرجة انه بيمسك الفارس ده من رقبته وبيرفعه من على الأرض وخلاص كان هيقتله، ولكن الفارس بيتكلم وبيطلب من سونج يوقف القتال. سونج طبعا بيستغرب جدا من الصوت وبيشيل القناع، والصدمة بقى ان الفارس الأخير ده بيطلع بنت من الشياطين، والبنت دي بتفضل تعتذر لسونج عشان خلصت على جنوده وبتقول له انا اسفة مش هعمل كده تاني. وفعلا سونج بيسيبها وخلاص كان ماشي، بس البنت من وراه كانت بتحاول تهجم من تاني، بس كيبا بيستخدم مهارة ترنيمة الحماية وبيتصدى لهجماتها. فسونج بيتعصب جدا وبيقول لها انا المرة دي مش هسيبك. البنت بتترعب من سونج وبتقول له انا اسفة مرة تانية، انا هنفذ لك اي طلب بس سامحني وما تأذينيش. لكن سونج بيقول لها هسامحك بس لو جبت لي تصريح الدخول. فالبنت فعلا بتقرر تعترف بكل اللي هي عارفاه وبتقول له انا اعرف كل التصريحات اللي هتخليك تعدي الطوابق دي بسرعة وكمان توصلك للطابق المية، بس اهم حاجة ما تقتلنيش وانا هعمل لك كل اللي تقول عليه من غير كده. وقتها سونج بيقرب منها كده وبيفعل قوته وهالته عليها وعينه بتتغير. البنت لما بتشوفه حرفيا بتترعب وبتكون خايفة يعمل فيها حاجة، ولكنه بيقول لها لو عرفت انك بتديني معلومات مش مظبوطة عارفة ايه اللي هيحصل لك. البنت بتترعش من الخوف وبتقول له صدقني مش هديك اي معلومة غلط. المهم سونج بيقول لها تمام، وبعدها سونج بيسألها على المكان اللي هي جاية منه وليه كانت عاوزة تقتله هو وجنوده. البنت بقى بتعرفه بنفسها وإن اسمها إيسل وهي الابنة الكبيرة لعشيرة راديرو، وكانت بتقتل جنود سونج لأن أبوها حاكم الطابق ده وكانت بتقتل في الجنود بسبب كده. فسونج بيقول لها لا أنا عايز أعرف مكانكم الأصلي، بعبارة تانية يعني أنتوا كلكم جايين منين بالظبط. فإيسل بتقول له إنها مش فاكرة بالظبط بس هم في صوت في راسهم دايما بيكلمهم وبيقول لهم احموا المكان. فسونج بيسألها كنتوا بتعملوا ايه في عالم الشياطين؟ فجأة البنت صوتها وعينيها بيتغيروا وبتقول له بطريقة مرعبة انهم كانوا بيحموا مملكة الشياطين وبيستعدوا لشن حرب على عدو قوي جدا، وعشان يواجهوا العدو ده تم ضم جميع الشياطين، ولكن فجأة كلهم اتنقلوا هنا. سونج بيستغل الفرصة وبيسألها على اسم العدو ده
ولكن النظام بيشفر المعلومات، والبنت كمان بعدها بيغمى عليها، بس سونج بيلحقها فورا. على الجانب التاني في العالم الخارجي كان في مجموعة من وحوش النمل المجنحة هجمت على جزيرة يابانية وقتلت كل اللي فيها، وما سابوش أي حد عايش عليها، وقتلوا حوالي 294 شخص مدني، وفي 108 صياد بيروحوا على الجزيرة عشان ينقذوا البلد من النمل ده، ولكن برضه بيتقتل جزء منهم، والخسائر اللي حصلت دي كبيرة جدا. وعشان كده النقابة بتعمل اجتماع وبتعرف بيه تفاصيل المعركة دي بالكامل، وبيكون موجود في الاجتماع ده الرئيس جو والمسؤول شو اللي بيعرفهم التفاصيل، وبيشرح لهم كمان كل حاجة عرفوها من تحاليل جثة النملة، وبيقول لهم إن النملة دي عندها قدرة إنها تطير، ده غير كمان إنها بتعرف تمشي وتنتقل من مدينة للتانية. بس للأسف إحنا لسه مش عارفين فصائل النمل ده، بس قدرنا نحدد المكان بتاعهم وقريب جدا من جزيرة جيجو. الرئيس جو وقتها بيعرف خطورة الموقف اللي هو فيه، وبيطلب الدعم من اليابان لأن هم حاليا أقرب ناس ليهم، وكمان النمل ده لو هجم عليهم فهينتشر في البلاد المجاورة. وبالفعل الخبر بينتشر في كل مكان وبيوصل حتى للرئيس تشوي ومساعدته تشاهين. فتشاهين بتقول له إن كل الصيادين اللي من الرتبة اس تم استدعائهم للمهمة دي، وكمان تم طلب الدعم من اليابان. على الجانب التاني في قلعة الشياطين كان سونج ماشي هو وإيسل بعد ما فاقت، وحاليا هتاخده وهتوصله عند القلعة بتاعتهم. دلوقتي بقى أبو إيسل أول ما بيشوف سونج بيترعب حرفيا، وبيقول لها مين اللي انت جايباه معاكي ده معاه عدد لا يحصى له من الجنود اللي موجودين في ظله. طبعا إيسل ما كانتش فاهمة أبوها بيقول كده ليه، لأنها ما كانتش شايفة الظل بتاع سونج. المهم إن أبوها بيهدد سونج وبيقول له انت محاصر بنتي ليه كده؟ انت اكيد جاي تحتل القلعة، بس انت مش هتخرج من هنا حي. وبيأمر الجنود يحاصروا سونج. سونج مرضيش يعمل لهم حاجة بناء على وعده الإيسل، وبيقول لأبوها أنا مش جاي هنا القلعة ولا حتى جاي أتعارك معاك، أنا جاي علشان أخد تصريح الدخول، وأنا وعدت بنتك إني مش هأذيكم. الأب بيقتنع بكلامه، وطبعا بعد ما بيشوف قوة سونج بيقول له تمام، وبعدها بيطلع له الوثيقة فعلا وبيديها له، وعلى طول سونج بيخبيها معاه وخلاص المفروض يمشي. بس فجأة بيحط ايده على كتف ايسل وبيقول لابوها انا هحتاج ايسل معايا، وده لانها عارفة كل اماكن التصريحات وهتكون مرشدتي وانا هضمن لك سلامتها. الاب في البداية بيرفض لكنه ما بيكونش قدامه حل تاني، فبيوافق ان بنته تروح معاه بناء على وعده. وبعدها سونج بيكمل في طريقه لحد ما بيوصل للطابق ال89. في العموم يعني جنود الظلال بتوعه بتكون اكتسبت قوة كبيرة ومستواهم ارتفع، وإيسل هي كمان اتعودت عليه وخلاص المفروض بقى يكمل. بس إيسل بعدها بتعرف سونج إن الوحوش في آخر 10 طوابق خطيرين جدا واحتمال إن هو يموت، فبتقترح على سونج إنه يتفاوض معاهم. لكن سونج بيقول لها لو كنت أضعف منكم كنتوا هتتفاوضوا معايا، وانت بنفسك قلتي ان في صراع على السلطة بين الشياطين، انا بقى هخلي عشيرتكم راديرو هي المتحكمة الاولى والاخيرة. فبتفرح ايسل جدا، فسونج بيقول لها قولي لي بس على اماكن التصريحات التانية وارجعي لعشيرتك. بس ايسل بترفض وبتقول له انت شايفني عديمة الفايدة للدرجة دي؟ بس سونج بيقول لها انا بس وعدت ابوكي اني هحميكي وهتكوني في امان معايا، بس انت عارفة ان اخر 10 طوابق فيها شياطين اقوياء جدا. لكن إيسل بترفض وبتقول له أنا هكمل معاك لحد النهاية. آخ أصيلة يا أم مرحاب. المهم إنها بتكمل كلامها وبتقول له أنا هكمل معاك لآخر طابق علشان أشوف الإنجازات اللي هتعملها. فبيوافق سونج وبيكملوا صعود في الطوابق. طبعا الوحوش زي ما إيسل قالت كانت صعبة جدا ومواجهتها شبه مستحيلة، ولكن سونج مكمل في طريقه ولا بيهاب من وحوش ولا جن أزرق ولا عفريت، لحد ما بيوصل أخيرا للطابق المية. والوحش اللي هيقاتل سونج المرة دي مختلف. المهم إنه بيوصل عند الطابق وبيدخل فعلا، ووقتها بيشوف تنين كده بيطير من فوق، وبعدين بينزل على صخرة كده والشيطان كان فوقه. هو ده ملك الشياطين بران. والوحش الأخطر في البرج ده حرفيا هالته مرعبة وقوية جدا لدرجة إن سونج وإيسل بيحسوا بيها. ودلوقتي بقى شيطان باران هو كمان بيطير لفوق وبيستخدم قوته عليهم وبيطلع جنوده عن طريق بوابات من العدم،
بيخرج منها جيش من الشياطين أصحاب الرتب العالية. وحاليا بقى سونج بيفعل قوته في المكان بالكامل، وبيقول لجنوده قيام، وهوب الجنود بتوعه بيطلعوا في المكان بسرعة وبيكسروا كل اللي بيقابلهم، وايرون واجرس وتانك مسيطرين. ده غير العملاق كيبا هو كمان اللي بضربة واحدة من ناره بيحرق نص جنود باران. وإيس الواقفة ومصدومة من اللي هي شايفاه ومش مصدقة إن سونج بالقوة دي. في نفس الوقت ده بقى باران بيطلع إيده لفوق وبيضرب السما بالبرق بتاعه، والسما ما بتستوعبش كمية الهجوم ده وبترد البرق تاني على كل الجنود وبتمحي نصهم حرفيا. وفي هجوم كان رايح في اتجاه إيسل وكانت هتتصاب، وفجأة سونج بيحميها. وبعد كده سونج بيستخدم مهارته على باران وبيزود في سرعته، فبيستخدم مهارة الإخفاء كمان وبيطير على باران، ولكن باران بيصد هجومه بسهولة وبيرميه على الأرض. بعدها بيستخدم هجوم البرق على سونج، بس سونج بيجري منها بصعوبة، ولما مش بيلاقي مفر بينادي على كيبا، وبالفعل كيبا بيستخدم قوته وطاقة مرمى بتعكس هجوم باران. فسونج بعدها بيستغل الفرصة وبيقطع رقبة التنين وبيوقعهم على الأرض، وبيبص بعدها لباران وبيقول له أيوة كده يا عم، خليك في نفس مستوايا عشان رقبتي وجعتني بصراحة وأنا ببص لك. باران طبعا بيتعصب منه عشان قتل التنين بتاعه وشكله هيدغدغ سونج. على الناحية التانية في نقابة الصيادين كان جوتو رئيس اتحاد صيادين اليابان هو كمان وصل نقابة الصيادين وبيناقشوا اللي هيعملوه في جزيرة جيجو. المساعدة بتاعته بتشرح لهم كل التفاصيل كاملة وبتقول لهم إن بعد البحث وتشريح الوحوش دول اكتشفوا حاجتين مهمين. الأولى هي عمر النمل ده واللي ما بيعديش سنة واحدة وبعدها بيموتوا، وبعبارة أخرى إننا لو قتلنا الملكة فآخر عمر للنمل ده هو عام واحد وهيختفي من الوجود. المعلومة التانية وهي إن النمل بينجذب ناحية الخصم الأقوى، أو بالظبط الطاقة السحرية القوية، وعشان كده اليابان هتتحد مع نقابة الصيادين وهتبعت 10 صيادين من الرتبة اس. ده غير إن جوتو هو كمان هيساعد في المهمة دي. وبعبارة أخرى الصيادين من الرتبة اس هيجذبوا النمل المجنح وباقي الفريق هيقتلوا الملكة، والكل فعلا بيتفقوا على الاقتراح ده وبيستعدوا للخطة. وبرضه الرئيس جو بيستعد عشان يخططوا للعملية بناء على خطة جوتو. في نفس الوقت ده بطلنا كان لسه في المعركة ما بينه وما بين باران، وللأسف مستوى الطاقة السحرية عند سونج بيقل بسرعة كبيرة جدا، وسونج ما عندوش وقت حتى يشرب جرعة ترجع له طاقته السحرية. وباران بيستخدم قدرته وبيخلص على جنود سونج، وللأسف أقوى جنود سونج مش سادين قصاد باران، وباران بيتفادى كل هجومهم وبيهجم عليهم بهجوم أكبر. فسونج بيستغل انشغال باران مع جنوده وبيروح عشان يخلص عليه وعلى تكة وكان هيقتله، بس باران بيصد هجومه بسرعة وبيمسكه من دماغه وبيرفعه لفوق وكان هيقتله، بس الحاج كيبا في اللحظة دي بيصد الهجوم. وسونج ذات نفسه مش بيستسلم وبيهجم من تاني على باران بالخنجر. ومش بس كده، ده إجريس بيهجم على باران وبيحاصر دراعه وايرون في بطنه، وبكده باران متحاصر منهم. ولكن في اللحظة دي باران بيستخدم قوة البرق عليهم كلهم، وللأسف بيمحي كل جنود سونج. وبكده الطاقة السحرية عند سونج خلصت وما بيكونش قدام سونج غير ان هو يهجم على باران بالخنجر. وفي نفس الوقت باران بيستخدم خنجرين زي بتوع سونج وبيبدأ في المواجهة، والاتنين سرعتهم جنونية حرفيا لا تكاد تلاحظ بالعين المجردة، وقوتهم مذهلة. بس للأسف باران قوته بتزيد الضعفين وبيضرب سونج من كل ناحية، وسونج خلاص فقد السيطرة على القتال والأسلحة بتاعته بتطير، وباران خلاص هيخلص عليه. بس سونج بيعافر بأعجوبة وبيحاول يتصدى لهجوم باران، بس باران بيكون جاب آخره وبيطلع هجوم رعد كبير جدا من بقه، وخلاص سونج هيتنسف من الهجوم ده وباران كان لسه هيضربه. وفجأة إيسل بتحدفه بالسيف بتاعها وبتشتت انتباه باران. سونج استغل اللحظة دي وبيستخدم قوته العضلية ومهارة يد الحاكم اللي عنده وبيقطع ايد باران. وباران كان لسه بيستوعب اللي حصل له وهوب سونج بيديله بالبوكس بيطير دماغه، ومن قوة الهجوم السما بيحصل فيها انفجار. وإيسل طبعا بعد ما شافت المعركة المشتعلة دي ما كانتش مصدقة عينيها. طبعا بعد ما سونج بيقتل الشيطان باران
كده عشيرة إيسل هي اللي هتتصدر للقمة لوحدها. وبعد كده سونج بيفرح جدا وبيدور على الهدايا، وأخيرا بياخد دم الشيطان النقي وبيجمع الثلاث مكونات، وخلاص العلاج اللي هيعالج بيه أمه هيبقى معاه. بس للأسف نسبة نجاح الإعداد في العلاج 50%. سونج طبعا كان متردد يعمله، ولكن في الآخر بيعمله وبيقف مستني النتيجة. وبالفعل بعد ثواني بتظهر النتيجة، والإكسير اللي بيعالج أي مرض اتصنع، وسونج مش مصدق نفسه. المهم بعد شوية سونج بيستلم المكافآت في النظام، وبيلاقي حجر بيديله مهارة جديدة، وهي القوة على الانتقال والتبادل مع أي حد من ظلاله. وحاليا ايرون بيجيب له جثة التنين عشان يستدعيه في ظلاله. وبالفعل سونج بيعمل كده، ده غير انه كمان بيكتسب قوته وبيسميه كايسل. اما ايسل كانت عايزة سونج يروح معاها على قلعتهم علشان يرحبوا بيه، بس طبعا سونج ما كانش فاضي لكل ده، وبيقول لها هخلص بس اللي ورايا وهزوركم. لكن ايسل بتحاول تقنعه يفضل، ولكن سونج في لمح البصر كان بدل نفسه بظل موجود في الحي بتاعه، ووصل على هناك فعلا. وبعدها بيقول لنفسه انا كده اختصرت وقت كتير جدا، ويلا بينا نكمل الباقي طيران. وبالفعل كايسل بيظهر من تحته وبيطير بيه على المستشفى اللي فيها امه. على الجانب التاني كان المراقب شو قاعد مع الرئيس جو، وبيتناقشوا في كل حاجة تخص المهمة اللي جاية وعن المضاعفات اللي ممكن تحصل وكل الحاجات دي. ولكن الرئيس جو كان كل اللي همه يجمع صيادين الرتبة اس، وبيقول للمراقب شو حاول تتواصل مع الصياد سونج علشان هيبقى ليه دور كبير جدا في المهمة. وبنرجع تاني لبطلنا اللي كان وصل على المستشفى ودخل أوضة أمه وشافها وهي نايمة، وشاف الندبة اللي في رقبتها، وبيفتكر كل ماضيهم، بيفتكر إن هو السبب في الندبة دي وبيحزن جدا. وبعدها بيخرج الإكسيرة وبيفكر في كل اللي مر بيه زمان، وبيقول لأمه أنا عانيت علشان أحاول أوصل للعلاج ده، أتمنى بس العلاج يجيب نتيجة. وبيقومها فعلا عشان تشرب الإكسير وبيشربها، وجسم أم سونج باين عليه التعب، وده بسبب الغيبوبة اللي دامت 4 سنين. ومفيش ثواني الإكسير بدأ يجيب نتيجة وبيشفي مرض أم سونج، وكمان ندبتها بتخف. بس على الرغم من كده أمه لسه ما فاقتش لحد دلوقتي. سونج فقد الأمل وبيفتكر المرمطة اللي شافها عشان يعالجها، وبيقول لها فوق يا أمي، انت السبب الوحيد اللي خلاني أحارب وعافر كل الفترة اللي فاتت دي. ومع دخول ضوء القمر على غرفة أم سونج أخيرا وبعد انتظار طال سنين، أم سونج بتفوق وبتبص لسونج ومش مصدقة عينيها. بتقرب من ابنها وبتحط ايديها على وشه وبتقوله بنبرة كلها حنية انت سونج صح؟ انا اسفة عشان عذبتك كل السنين اللي فاتت. سونج اول ما بيسمع الكلام ده قلبه بيتقطع حرفيا وما بيقدرش يمسك دموعه، وبيقول لأمه ما تتأسفيش، انت السبب اني بقيت قوي، انا من غيرك ولا حاجة. الام هي كمان بتعيط مش مصدقة انها خلاص بقيت بخير. وجين اخته هي كمان الصبح بتوصل المستشفى، واول ما بتشوف امها ما بتكونش مصدقة عينيها وبتفضل برضه تعيط. وسونج طبعا كان فرحان وبيقول لنفسه اخيرا اثمرت جهد الفترة اللي فاتت دي كلها. في نفس الوقت ده بقى الرئيس جو بيطلع في المؤتمر عشان يكلم الشعب ويعرفهم انهم خلاص على وشك الدخول لاخطر مغارة في البلاد، المغارة اللي دخلوها 3 مرات وفشلوا بسبب ضعفهم. وبيطلب من كل الصيادين يساهموا في المهمة دي، وبيعرفهم ان دي اخر مرة، يا اما يكسبوا المعركة وينهوا على النمل ده، يا اما دي هتكون نهايتهم. ولكنه بيطمن كل الناس انهم اتعاونوا مع النقابة اليابانية وهيبعتوا 10 صيادين من الرتبة اس، ده غير كمان ان جوتو هو اللي هيشارك معاهم. واي صياد شايف ان هو مستعد انه يساعدنا فاتمنى يشارك في المغارة دي. وبالفعل كل الصيادين بيتحمسوا، حتى كمان الصيادين اللي تقاعدوا قبل كده هيشاركوا في المهمة دي. وبالمناسبة يا صديقي سونج هو كمان بيسمع المؤتمر ده، وحاليا هو قاعد في بيته مع أمه وأخته وعمالين يروقوا فيه. ودلوقتي أمه بتشوف صورتهم مع أبوهم وبتفتكر ذكرياتهم، وبتقول لسونج أبوك كان صياد قوي زيك وكان بيساعد كل المحتاجين، وأنا متأكدة إنك خدت الصفة دي منه. سونج طبعا كان فرحان بكلام أمه. المهم في الأثناء دي بقى
سونج بيجيله مكالمة من المسؤول شو، وسونج بيقرر يروح عشان يعرف هم عايزين ايه، وبيوصل فعلا على هناك وبيدخل يقعد مع الرئيس جو. ودلوقتي الرئيس جو بيقول له ان احنا في خلال كام يوم هنروح في جزيرة جيجو ومحتاجين مساعدتك في المهمة دي. سونج طبعا بيفكر في الموضوع وبيكون عاوز يروح، ولكن هو حاسس بخطر من ناحية أمه وأخته، وبسبب كده بيتردد إنه ياخد القرار. المهم إنه بيحس في الوقت ده بهالة قوية جدا في المكان، فالرئيس جو بيعرفه إن هو كمان حس بالهالة دي وبيروحوا على مصدرها. سونج أول ما بيروح على مصدر الهالة دي بيتصدم لأنه بيشوف قتال ما بين اتنين من الرتبة اس ومصدر الهالة جاي منهم. سونج بعدها بيسأل الرئيس جو ليه بايك مش بيواجه خصمه اللي هو دونجوك بكل قوته، رغم ان خصمه يعني واضح عليه ان هو اضعف من بايك. فالرئيس جو بيقول له ان بايك لو قاتل بكل قوته وقتها هينقض على خصمه بكل سهولة، وخاصة ان الصيادين اليابانيين وصلوا. وفعلا الصيادين اليابانيين بيدخلوا عليهم، ولما بيشوفوا القتال ده بيتحمسوا جدا وبيكونوا عاوزين يدخلوا هم كمان. وجوتو اللي هو اقوى واحد فيهم بيحس بهالة سونج وبيسأل المساعدة بتاعته عليه، وبتقول له إن سونج ده 10 صياد من الرتبة اس ومن فئة الساحر. وبعدين بيعملوا اقتراح بالمنافسة ما بين البلدين، وكل فريق مكون من 4 صيادين. وجوتو بيقول لهم القواعد هي كالتالي: لو اتلمس ظهرك أو اتمسكت من معصمك فكده أنت خسران. والكل بيقول له تمام، وبيستعدوا لبدء القتال ما بين البلدين. المهم بالفعل الكل بيبتدي القتال، وحاليا فريق من جمعية الصيادين مكون من 4 صيادين ضد 4 صيادين من اليابان. وجوتو أقوى صياد فيهم هيتفرج من بعيد عشان محدش من الصيادين هيقدر يواجهه. المهم القتال بيشتغل ما بين الفريقين، والصيادين اليابانيين هم المسيطرين في المعركة، والفوز كان للفريق الياباني. وفي الجولة التانية الفريق الياباني هم اللي بيكسبوا برضه، وبكده مبقاش فاضل غير بايك وتشاهين. وبسبب كده تشاهين بتفعل قدراتها على البنت اللي قدامها وبتكسبها في المعركة، وبتروح لبايك عشان تساعده، ولكن بيطلع لها واحد وراها كان خلاص هيمسكها، بس بلفة سريعة من تشاهين بتديله ضربة بتكسره. بس طبعا الواد ده بيتعصب على الآخر لدرجة إن شخصيته بتتغير وشكله بيكون مرعب وبيهجم عليها وكان عاوز يقتلها، بس سونج بيمنعه وبيقول له إن نية القتال بتاعتك واضحة جدا، وأنا شايف إن النزال اتجاوز حدوده ومش هينفع تكمل القتال. الواد ده بيتعصب وبيكون في قمة غضبه وبيهجم على سونج عشان يقتله، وهوب سونج بيدغدغ دماغه في الأرض حرفيا. وجوتو لما بيشوف ده بيتعصب وبيقول لنفسه ازاي ده صياد ساحر وقوي كده، انا لازم اختبره بنفسي. المهم بيتم الاعلان عن نتيجة النزال، وبكده اليابانيين بيفوزوا. بس طبعا جوتو مش هيهداله بال لحد ما يختبر قوة سونج، وعشان كده نزل على الحلبة وطلب نزال ضد سونج. وسونج بعد ما بيعرف باللي هو عاوزه بيتحمس هو كمان وبيقول لنفسه دي فرصة عشان أجرب قوتي، أنا موافق بس بشرط لازم جوتو يقاتل بكل قوته في المعركة. جوتو بقى بيكون على آخره وبيقول له خلاص تمام. الكل كانوا بيتفرجوا ومستنيين يشوفوا إيه اللي هيحصل. سونج بقى بيبتدي يستعد ولسه بياخد نفسه، وهوب جوتو هجم على سونج، بس سونج في أقل من ثانية بيتفادى هجوم جوتو. بس جوتو ما بيستسلمش وبيرجع يهجم على سونج من جديد وبسرعة أكبر، وكل الموجودين مصدومين. سونج مش بس بيتفادى الهجمات، لا ده كمان عمال يستفز في جوتو وبيبتسم له، وجوتو حرفيا كان على آخره وبيجمع كل الطاقة اللي في إيده وبيهجم على سونج. وبالفعل بيقدر إنه يجرح سونج في وشه وبيروح عليه من جديد علشان يهجم عليه، وضربته كانت قوية جدا والكل خلاص فاكر إن سونج مات. ولكن سونج بيمسك ايد جوتو كده وبيقول له لو مسكتك من معصمك كان زمانك خسرت في القتال، ولكن انا مش حابب انهي القتال بالسرعة دي، فايه رأيك نكمل للآخر ونشوف مين فينا الأقوى؟ وبالفعل الاتنين بيستعدوا للهجوم النهائي بكل قوتهم، والهالة بتاعتهم بتحتل المكان كله وبينطلقوا بكل سرعتهم، ولكن الصيادين بيمنعوهم وبيقولوا لهم ان ده نزال ودي، ولو حصل والاتنين فعلوا هالتهم وتعاركوا فالقتال هينتهي بخسائر كبيرة.
وقتها سونج بيقول لهم خلاص، وده لأن سونج عمل اللي عاوزه وحط جنوده معاهم في الظلال بتاعتهم، وبوجود الظلال دي سونج هيقدر يتبدل معاهم في أي حتة مهما كانوا فين. والغريب بقى يا صديقي إن الصيادين ما بياخدوش بالهم أصلا. المهم بعد كده الكل بيروحوا وسونج بيروح على الرئيس جو وبيعرفه بقراره بخصوص مهمة جزيرة جيجو، والرئيس بيتفهم موقفه وبيقول له تمام. أخيرا بقى قائمة الصيادين اللي هيروحوا جزيرة جيجو بتظهر، والمفاجأة إن سونج مش موجود في القائمة دي. وطبعا كل الصيادين بيتصدموا من الخبر ده، ولكن أغلبهم بيقولوا إن ممكن ما يكونش شارك لظروف خاصة. وفي الأثناء دي وتحديدا في مستعمرة النمل كانت ملكة النمل حقنت كل طاقتها في ابنها وادت له قدرات أسطورية عشان يكون الملك بتاعهم من بعدها. وفعلا بيتحرر من البيضة بتاعته وجسمه بياخد الشكل ده، ومن الواضح كده إنه قوي جدا. في الوقت ده كان الكل بيستعد لمهمة المغارة، وكل الصيادين من مختلف البلاد بيتجمعوا عشان يواجهوا مستعمرة النمل. وطبعا كل صيادين الرتبة اس بينضموا ليهم، وكمان في معالج أسطوري من نفس الرتبة اس واسمه بيونج جو، وده صاحب الرئيس بايك من فترة كبيرة. المهم بينطلقوا فعلا على هناك، والكل مستني اللي هيحصل، والسفن بتوصل على الحدود والصيادين اليابانيين على الجزيرة. أما سونج في الوقت ده كان قاعد يتدرب ويعمل المهام اليومية ولا على باله أي حاجة. على الناحية التانية الصيادين اليابانيين بيفعلوا قوتهم والهالة بتاعتهم بتنتشر، والنمل بدأ يخرج من المستعمرة بأعداد كبيرة جدا. والصيادين كانوا في الطيارة فوق الجزيرة، وتشوي بيستعمل سحره الناري على النمل اللي قدامه وبينسفهم، وبعدها بيوصلوا للكهف وتشوي بيفعل قدراته عشان يعرف انهي طريق هو الصحيح. وفعلا بيمشوا جوه الكهف لحد ما بيلاقوا حجرة البيض والمكان اللي الملكة كانت فيه. في نفس الوقت بره المستعمرة كان في 3 من الصيادين قاعدين وبيتعالجوا من إصابات النمل، وهوب واحدة منهم دماغها طارت. وبكده يا صديقي الوحش وصل على المكان، والاتنين الصيادين بيستجمعوا قوتهم وبيستعدوا عشان يواجهوا الوحش اللي هجم عليهم. ولكن كل الوحوش كوم والوحش ده كوم تاني خالص، لأن الاتنين الصيادين مش ملاحقين على الوحش ولا حتى عارفين يقاوموا هجماته. وفي لمح البصر الوحش كان مخلص عليهم بشكل غريب جدا. في نفس الوقت ده بقى كان الصيادين دخلوا جوه الكهف ودلوقتي بيقتلوا النمل الحارس، والنمل ده بقى بيهجم عليهم من كل اتجاه، بس الفريق بيخلصوا عليهم كلهم في لمح البصر، وده لأن الفريق متعاون جدا مع بعضه. بعدها بايك بيستخدم قدراته عشان يحدد مكان الأعداء اللي قدامهم وكمان يعرف عددهم، وبيقول للفريق احنا حاليا قدامنا 3 مداخل فهنعدي عليهم، وبكده هنوصل لعند ملكة النمل ونقدر نتخلص منها. بس كل ما بيدخلوا أكتر كل ما قوة النمل بتزيد. وفي واحد من الفريق بيصور المعركة، وحاليا المعركة دي بتكون بث مباشر من خلال الصياد ده، والبث ده كل البلاد بتتفرج عليه. في نفس اللحظة دي كان الصيادين اليابانيين راحوا على مكان الصيادين اللي اتقتلوا عشان يشوفوهم ما بيردوش ليه، وبيتصدموا لما بيلاقوا الجثث بتاعتهم موجودة وبيحسوا بطاقة مرعبة في المكان. فواحد من الصيادين دول بيفضل يرجع وبيفعل تقنية الجليد عشان يقدر يحمي نفسه، ولكن للأسف الوحش بيكتسح أي حد قدامه وطبعا بيخلص عليهم وعلى كل الصيادين اليابانيين. وفي مستعمرة النمل كان بايكو وفريقه وصلوا عند ملكة النمل. الكل فعل قوته والمعركة بدأت، والصيادين طاقتهم بتكتسح النمل حرفيا، وخلاص فاضل حاجة بسيطة ويكتسحوا ملكة النمل. وفعلا في صياد معاه رمح كده بيطلع لفوق في الهواء وبيضرب النملة بالأسهم بتاعته، وتشوي بيستخدم سحر النار عشان يعطل تقدمها. وبالفعل النملة بتتضرب من كل الجهات وخلاص هيقتلوها، بس الملكة دي بتضربهم بالسم بتاعها وفعلا بيتصابوا بيه، بس بيونج جو بيقدر يعالجهم بالسحر بتاعه. واخيرا وبعد طول انتظار الملكة بتتثبت من جميع الجهات، وتشاهين بتطير فوقها وبتجمع طاقتها بالكامل في السيف وبتضرب بيه ملكة النمل. وبكده شاهين قدرت انها تقتل ملكة النمل، والكل كان فرحان ومش مصدقين اللي حصل. وكمان رئيس جمعية الصيادين كان فرحان ومش مصدق انهم اتخلصوا اخيرا من ملكة النمل.
وبايك وفريقه هم كمان بيفرحوا جدا، وخلاص كانوا هيتواصلوا مع الصيادين اليابانيين عشان يخرجوا. بس فجأة الكل بيحس بطاقة مرعبة في المكان، ودي يا صديقي طاقة الوحش المرعب اللي وصل الكهف. وبالإضافة لكده النمل بأعداد كبيرة جدا رجعوا للكهف، وفي صياد بيتقدم وكان هيتخلص من الوحش، لكن الوحش عدى من جنبه وبعدها بيقرب من ملكة النمل. والصدمة بقى إن بعد ما بيشوفها ميتة بيبدأ ياكل في دماغها، والله بيمتص قدراتها تحت صدمة كل الفريق، والكل واقفين ومش قادرين يتحركوا من الهالة بتاعته. وفي ثواني الوحش بيطير تشاهيان، وبعدها بيطير دراع واحد من الفريق. الوحش بيكتسح الكل حرفيا، وصياد الرمح بيستخدم القوس بتاعه عشان يقتل الوحش من قريب، ولكن الوحش بيمسك السهم بإيد واحدة وبيكسره في ثواني. أما المعالج فبيستخدم قوته وبيشفيهم كلهم، وعلى طول الفريق بيهجم على الوحش من جديد، ولكن الوحش بيتخلص منهم، وبعدها بيبص على المعالج بنظرة شيطانية كده، وفي لمح البصر بيخلص عليه. بايك بقى بينهار لما بيشوف صاحبه بيموت قدام عينه، بس ما باليد حيلة. وبعدها بيحدف الوحش المعالج على صاحبه بايك، وبعدها بيروح لبايك وبيمسكه من رقبته وخلاص هيموت. بس في الوقت ده الوحش بيتكلم وبيقول لهم انتوا قتلتوا الملكة بتاعتنا ولازم نقتل الملك بتاعكم. ولسه كان هيقتل بايك، بس الوحش بيحس بطاقة جوتو بره المكان، وعلى طول بيجري على مكان جوتو. وبالفعل جوتو كان وصل لاصحابه اللي ماتوا، وبيكلم الفريق بتاعه وبيعرفهم باللي حصل، وبيعرف الرئيس بتاعه. بس من الواضح كده ان الرئيس ما كانش فارق معاه، وبيقول لجوتو اهم حاجة تتأكد ان فريق جمعية الصيادين اتقتل علشان نقدر نسيطر على البلد بتاعتهم. جوتو طبعا بيقول له تمام، ويادوب بيبص جنبه بيلاقي ان البنت اللي معاه راسها بتطير. وفي ثواني الوحش وصل عند جوتو. الوحش بقى بيسأله هو انت الملك؟ جوتو بقى لما بيسمعه بيتكلم بيتصدم، ولسه القتال هيبدأ وجوتو بيستعد، وفجأة راس جوتو بتطير في ثواني معدودة. والنمل هو كمان كان هجم على كل الصيادين في الكهف وخلاص هيخلص عليهم، ومرة واحدة جنود الظل اللي في المكان بيظهروا وبيمنعوا هجوم النمل. وعلى الناحية التانية سونج بيعرف بكل اللي حصل وبيستخدم قدرة الانتقال، وفعلا بيروح لهم. وفي الكهف الكل واقف مصدوم من جنود الظلال اللي في المكان. وفي ثواني سونج بيكون في الكهف وبيأمر الجنود بتوعه يخلصوا على قطيع النمل. بعدها سونج بيروح على باقي الفريق عشان يطمن عليهم وبيديهم علاج يشفي جروحهم، وفعلا جروحهم بتخف. وبالمناسبة يا صديقي إشارة البث كانت فصلت بعد ما الوحش هجم على الفريق، وكل البلاد بقوا مرعوبين وفي حالة هلع، لأن آخر حاجة سمعوها في البث هي صرختهم بوصول الوحش الجديد. طبعا المحررين بيحاولوا يرجعوا البث، بس كل حاجة متعطلة حاليا والمسؤول مش عارف السبب. المهم سونج في الأثناء دي أخد علاج لتشاهين عشان يعالجها، وخاصة بعد ما شاف حالتها اللي شبه صعبة، والعلاج ده مش جايب معاها نتيجة، والمفروض لازم يخرجوها في أسرع وقت وإلا هتموت بين إيديهم. بس أعداد الوحوش عمالة بتزيد، وحاليا سونج بيقول للفريق على خطته وبيقول لهم أنا هجمع جنودي وأخلص على كل الوحوش وافتح ليكم طريق عشان تهربوا، بس في الأول أنا هفعل قدراتي. وبيروح بعدها على جثث النمل عشان يستدعيهم، بس فجأة النمل كله بيبعد وبيعملوا خط مستقيم عشان الوحش وصل وهيخلص على كل اللي قدامه. فوقتها سونج بيحس بهالة الوحش وبيتأكد قد ايه هو خطير، فبيفعل قوته كلها وبيتقدم عليه، والكل مرعوب ومستغربين هو ازاي بيقرب من عدو وهو مجرد ساحر مش مقاتل. واخيرا البث المباشر بيرجع من جديد والكل بيشوفوا اللي بيحصل، واخت سونج والرئيس جو وكلهم ما بيكونوش مصدقين نفسهم. وحاليا بقى الوحش لما بيشوف سونج بيحس بهالته، وفجأة بيدي لسونج بالبوكس وبيدمر المكان كله، ولكن سونج جبل واقف مكانه، وهوب سونج بيرد له البوكس وبيدغدغه حرفيا. الوحش بيضرب سونج بالبوكس وسونج بيرد له، وضربة من ده على ضربة من ده، والوحش برضه مش بيستسلم وبيهجم عليه بكل قوته، لكن سونج أقوى منه بكتير وسونج مش بيرحمه وبيديله بالبوكس بيطحنه. بس فجأة الوحش بيطلع لسانه المسموم وبيجرح سونج في وشه،
والوحش بيستهزئ بيه وبيكون فاكر إن سونج خلاص كده هيودع الملعب، وبيقول لسونج كنت عارف إنك مش هتقدر تقاوم السم بتاعي، وبيقرب منه وبيرفع إيده والكل فاكر إن سونج اتأثر بالسم. بس سونج فجأة بيمسك إيد الوحش وبيديله واحدة بيدغدغ أمه حرفيا. وسونج بيقول له سمك جامد والله، بس للأسف أنا عندي مناعة ضد السموم. الكل اتصدموا من مهارة سونج، والوحش بيحاول بكل الطرق يسيب سونج، بس لما ما بيلاقيش طريقة يهزمه بيها بيقرر يواجهه بسرعته وبيطلع لفوق وبيغير هيكلة جسمه عشان يخلص عليه. وبيقول له انت ممكن تكون اقوى مني في الهجمات المباشرة، ولكن في السرعة ما اعتقدش. فسونج بيستعد، وفعلا الوحش سرعته بتزيد الضعف، وللأسف سونج في الأول ما كانش قادر عليه، بس بعد كده بيتأقلم مع الهجمات بسرعة وبيزود سرعته أكتر وأكتر. وحاليا بقى الوحش مش قادر يلاحق على هجمات سونج ولا حتى بقى قادر يواجهه، وسونج مستمر في المواجهة بكل قوة ومن كل اتجاه. وسونج بيستخدم كل سرعته وقوته في الهجوم وبيجلد الوحش بالمعنى الحرفي. الوحش حاليا ما بيكونش قادر على سونج وخلاص هيخسر قدامه، بس بسرعة جدا بيستجمع قوته وبيهجم عليه من تاني وخلاص كان هيقتله. بس فجأة سونج بيفعل قدراته وبيطحن الوحش حرفيا، وخلاص الوحش جاب آخره ومبقاش قادر يتحرك حتى. وبعدها سونج بيرميه على الأرض والوحش خلاص مش قادر يتحرك. وبعد ما اتأكد انه خلاص استحالة ينفد بجلده من سونج بيحاول يستنجد بباقي النمل عشان يساعده ويعرف يهرب من سونج، ولكن سونج قال قيام وهوب كل جنود سونج بيقوموا وبيفرتكوا كل النمل. وبعدها الوحش اتأكد ان سونج بطل خارق ومستحيل يقدر يواجهه، فبيحاول يهرب منه ولكن سرعته جنونية وخلاص الوحش رافض يستسلم وبيكون جاب آخره وبيهجم على سونج من جديد، ولكن سونج بيخلص عليه أخيرا والمستوى بتاعه بيزيد من جديد. بعدها الوحوش بتخاف منه وبتطلع تجري برا المكان، وسونج بيجري على تشاهين عشان يحاول يعالجها وينقذها وبيطلع الإكسير اللي بيعالج أي مرض عشان يعالجها، ولكن برضه تشاهين مش قادرة تتحرك، فسونج بيكون مش عارف يعمل ايه. وقتها سونج بتيجي في باله فكرة كده وبيقول للشخص اللي بيصور يطفي الكاميرا. الشاب بيطفيها، وحاليا بقى كيبا بيجيب جثة بيونج جو وبيحطها جنب تشاهين. وطبعا بايك لما بيشوف ده بيسأل سونج هيعمل ايه بجثة صاحبه، فسونج بيقول له مفيش وقت اشرح لك. وفعلا بيروح عند جثة بيونج جو وبيقول قيام، وفي ثواني ظل بيونج جو بيقوم، وكل الصيادين بقى بيتصدموا لما بيشوفوا ظل بيونج جو. وعلى طول بيونج جو بيروح عند تشاهين وبيبدأ يعالج جراحها، والصيادين واقفين مصدومين لأن سونج بيقدر يستدعي ظل أي شخص وكمان يستخدم قدراته. بس بايك بيعتذر من سونج علشان صاحبه كان في الأصل متقاعد وما بيحبش القتال ولا المعارك من أساسه، وبيقول لسونج أنا عارف إنك لو أخدته هيكون عون كبير ليك في المعارك، بس للأسف بيونجو ما بيحبش ساحات القتال. فسونج فعلا بيوافق على طلبه وبيقول له أنا المرة دي هوافق على طلبك لأنه واضح جدا إخلاصك لصديقك ومتفهم موقفك، وأنا حاليا هحرره. وفعلا سونج بيلغي الاستدعاء، وبايك بيبص على صاحبه للمرة الأخيرة وبيلاقيه بيبتسم له. وقتها بايك بيحزن جدا وبعدها بيشكر سونج على كل حاجة. المهم بعدها الفريق بيطلعوا برا الكهف عشان تشاهين تتعالج وبيركبوا الطيارة وفي طريقهم للمستشفى. أما سونج فبيروح يكسر كل البيض ويقتل كل النمل الموجود في الكهف عشان ينهي سلالة النمل المجنح ده، وبيطلع سيف ملك الشياطين باران وباقي جنود سونج بينقضوا على كل النمل. وأخيرا سونج بيوصل للمستوى 100 وبيروح بقى على جثة الوحش اللي قتله علشان يستدعيه ويستخرج ظله. وفعلا في ثواني سونج بيقول له قيام، وفجأة المكان كله بيتبدل وسونج بيروح في مكان كله ضلمة كده وبيرجع من المكان ومفكر ان الاستدعاء خلاص فشل، لكن الوحش فعلا بيتم استدعائه وبينحني قدام سونج وبيقول له اوامرك يا ملكي. سونج لما بيسمعه بيتكلم بيتصدم لانه اول جندي ظل يتكلم. وقتها سونج بيلاقي ان الرتبة بتاعته جنرال، وبيقول لنفسه اكيد جنود الظل لما بيوصلوا للرتبة دي بيبدأوا يتكلموا.
وبعدين سونج بيقول لظل الوحش أنا اللي قتلتك، وبالرغم من كده أنت هتسمع كلامي وتنفذ أوامري. فالظل بيقول له أنا ما متش، أنا اتصنعت من جديد على إيدك. استغفر الله العظيم يا رب. المهم سونج بيسميه بيرو وبيديله أول مهمة. في نفس الوقت ده بره كان النمل اللي طار راح على باقي المدن القريبة علشان يخلصوا عليهم، واخترقوا كل خطوط الدفاع، وسون وجوهي كانوا موجودين والنمل محوطهم من كل اتجاه. وكان في نملة بتقرب من سون وكانت خلاص هتقتله، وهوب الظل بيرو بيخلص على النملة دي وبيكمل في طريقه وبيقتل كل النمل اللي بيقابله. وفي نفس الوقت ده باقي الفريق كان في طريقه للمدينة عشان يعالجوا تشاهين، وأخيرا بعدها بيوصلوا على المدينة عشان يحتفلوا بالإنجاز ده وإنهم اتخلصوا من كل النمل. وطبعا الكل فرحان بالانتصار العظيم ده. وللأسف في شوية من النمل بتوصل على حدود البلاد المجاورة، لكن في صياد قوي جدا بيهجم عليهم وخبطة في التانية وبينقض عليهم، وبيقول لنفسه يا ريت النملة السوداء هي اللي كانت جت بدل النمل الضعيف ده. وبيتم عمل جنازة للي ماتوا في المعركة دي، ومن ضمنهم بيونجو. وسونج بيحضر طبعا، وبايك أول ما بيشوفه بيروح جنبه كده وبيشكره على كل حاجة عملها، وبيقول له ارفع راسك، انت اللي انهيت المهمة دي وما تهتمش بكلام الناس. وده لأن الناس شايفة إن لو كان راح من البداية ما كانوش الصيادين دول كلهم ماتوا. فسونج بيشكره وبيكمل طريقه، والرئيس جو هو كمان بيشكره بالنيابة عن جمعية الصيادين، وبيقول له لولاك يا بطل ما كناش هنقدر نخلص الحرب دي ولا هنتخلص من مهمة جزيرة جيجو. ولكن سونج بيقول له لا، أنا فعلا لو كنت شاركت من البداية ما كانش كل ده هيحصل. لكن جو بيقول له بفضل تدخلك البلاد كلها في أمان، ودي حقيقة ما ينفعش ننكرها. وجو بيوعده إنه هيجازيه بالطريقة اللي يستاهلها. فبيفرح سونج، وبعدها جو بيسأله عن خططه المستقبلية بعد ما العالم كله عرف بقوته. فسونج بيعرفه إنه هيأسس نقابة خاصة بيه، والرئيس جو بيوافق على التصريح بتاعها. وفي جزيرة جيجو كان في شوية من الصيادين بينظفوا بقايا النمل، بس فجأة بيظهر اتنين شكلهم غريب وبيفقدوا كل الصيادين وعيهم. وبعدين الاتنين دول بيقولوا إن فعلا دي قوته وهو كان موجود هنا، بس ازاي ملك الظل كان هنا وبيساعد البشر دول؟ شكله كده في حاجة في دماغه. ما علينا، احنا خلينا نرجع دلوقتي. وبيرجعوا فعلا من المكان اللي هم جم منه، وابو سونج كان واقف بيراقبهم وسمع كلامهم كله. في نفس الوقت ده بقى سونج كان راجع على البيت، ولكن كان في زحمة والعربيات كلها واقفة في مكانها وما بتتحركش. وحاليا الرئيس جو بيتصل بسونج وبيعرفوا ان في بوابة من الرتبة بي اللي سونج عطلان فيها، وبياخد سونج الاذن منه عشان يدخل البوابة دي. وفعلا بيوصل على هناك وبيدخل البوابة، وفجأة البوابة دي بتتقلب احمر. وقتها سونج بيعرف ان البوابة دي مليانة وحوش، وبعدها بيطلع جنوده وبيقول لهم يتخلصوا من الوحوش دي. وفي لمح البصر جنود الظل كانوا بيهجموا على كل الوحوش في المغارة، وعلى الجانب التاني كان الكل عايش حياته الطبيعية. وتشاهين بتقرر انها تزود قوتها وتدخل مغارات اكتر، وسونج كان لسه هو وجنوده بيخلصوا على كل الوحوش اللي في المغارة. وبعد ما بيكتسح المغارة دي بيقول ها وبعدين فين فريستي اللي عليها الدور؟ ولحد هنا يا صديقي بيخلص الموسم الثاني من سولو ليفلينج أقوى صياد في التاريخ. بصوا يا شباب، الحلقات دي مش مجرد أكشن وخلاص، دي نقطة تحول بتنقل الأنمي كله لليفل تاني مرعب. احنا هنا مش بس شفنا ازاي سونج دخل مغارة من الرتبة ايه كحمال، ده احنا شفنا اللحظة اللي طلع فيها جيش الظلال ضد زعيم الأورك كارجالجان عشان يثبت للكل انه مبقاش مجرد صياد عادي، ده حرفيا بقى جيش بيمشي على الأرض. والأعظم من ده كله إصراره المرعب في قلعة الشياطين وقتاله الملحمي ضد ملك الشياطين باران. القتال ده ما كانش مجرد استعراض عضلات، ده كان قتال حياة أو موت عشان يعالج والدته. مشهد رجوع والدته للحياة بيدينا بعد إنساني عظيم لشخصية بطلنا، وكان مشهد يقطع القلب وبيأكد إنه مهما وصل لجبروت وقوة لسه دافع حمايته لعيلته هو المحرك الأساسي ليه. ومع جبروته وتطوره ده إعلان رتبته كصياد من الفئة اس ما كانش مفاجأة لينا،
قد ما المفاجأة كانت في النزال الودي ضد جوتو، أقوى صياد ياباني واللي سونج حرفيا بيلعب بيه. الموقف ده بيبعت رسالة واضحة إن سونج مش بس هيتربى على قمة كوريا، ده غالبا هيعدي أقوى صيادين العالم قريب جدا. وطبعا ما ننساش حركته الصايعة لما زرع جنود الظلال في ظلال الصيادين التانيين عشان يأكد لنا إنه دايما سابق بخطوة وبيحسبها صح. بس في الوقت اللي بنحتفل فيه بعظمة سونج وعودة والدته، الأنمي بياخدنا لكابوس تاني خالص في جزيرة جيجو. فرغم إن فريق الصيادين قدر يقتل ملكة النمل بتعاون وتكتيك أسطوري، الكارثة الحقيقية ظهرت مع ملك النمل المرعب اللي اتولد من طاقتها. الكائن ده طير راس صياد في ثانية ومسح أقوى الصيادين اليابانيين من على وش الأرض في لمح البصر. وده بيأكد إن المعركة الحقيقية لسه حتى ما بدأتش. الخلاصة يا شباب، القصة بتلعب على أعصابنا، بيرمينا ما بين قمة الفرحة بقوة سونج وجحيم جزيرة جيجو اللي فتح أبوابه، المصايب اللي تسببت فيها الجزيرة. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد، ويلا